بعمل عدس شوربة عدس جميلة ولذيذة كده. ازاي تعملي شوربة عدس حلوة وجميلة وتاكليها وما تخليش فيها ولا معلقة؟ ازاي؟ بنحط ربع كيلو من العدس مع ربع كيلو العدس، معاه بالظبط ربع كيلو من الجزر، معاه 3 طماطمات وسط بالطريقة دي، معاه بصلتين وسط، مع معلقتين من الثوم، وبنحطه على النار بالطريقة اللي انت شايفاها دي كده. بصي، عايزه اقولك ان الريحه تحفه بجد بجد. وطبعا حاطه كمون، معلقه من الكمون ومعلقه كبيره من الفلفل الاسمر طبعا، وحاطه بطاطس. دي بطاطس مقطعه شرايح كده، 3 بطاطسات وسط مقطعهم شرايح برضو. خلاص. وحاطه قرنين فلفل حامي، دي حسب الرغبه بقى، عشان في ناس ما بتحبش الحراق، فالفلفل الحامي ده حسب الرغبه. تحبي الفلفل الحراق دي اهيت بتحطي، ما بتحبيش مفيش اي مشكله. خلاص، انا حطيتها على النار، سويتها بالطريقه اللي انت شايفاها دي كده. خلاص. وبعدين بقى بتعملي ايه بعد كده؟ الكراميلا بروح بسيبها كده، بسيبها تبرد معايا نص ساعه. خلاص. دي شوربة عدس جميلة قوي من غير لا شعرية ولا حاجة. عايزة تعملي بتزودي شعرية عليها، بتجيبي نص كيلو من الشعرية. خلاص. بتحمريه وبتقلبيه على العدس. بعد ايه بقى؟ بعد ما بتقلب، بعد ما بناخد انا الخلطة دي كده بنستنى عليها ربع ساعة، ونيجي حطها في الخلاط وضربها في الخلاط، وبعدين نيجي حطها على النار، بتاخد اللون التحفة بقى اللي انا هوريهولك برضو. طبعا بسيبها تبرد بس معايا كده ربع ساعة نص ساعة، هي بقى لها ربع ساعة بره، ربع ساعة كمان، وهاجي ضربها في الخلاط واوريكم بقى احلى شوربة عدس وبالهنا والشفا. اهو العدس اهو، جبت له نص شعرية وحمرته. خلاص. وبعدين حطيته. عايزة تعملي عدس من غير شعرية، شوربة عدس كده لوحدها، بس دي شوربة عدس بالشعرية. خلاص. اللي يريحك ده على حسب المزاج بتاعك يعني، وعلى حسب الرغبة. انت عايزة تعملي ايه وانت بتحبيه بالطريقة ايه. ده انا جبت نص كيلو من الشعرية، وجبت صينية فارغة وحمرته فيها، وبعدين جيت قلبها على العدس بالطريقة دي كده، وبسيبه بقى لحد ما يغلي كده 3 4 غلوات، يعني غلوتين 3 4 كده، وبعدين بغطي بقى عليه وهو بياخد سواه. اهو طبق شوربة العدس، دي شوربة العدس جميلة قوي قوي وتحفة. شوربة العدس بالشعرية الجميلة وتحفة. وقوليلي على رأيك، وعايزة اي استفسار قوليلي وانا هجاوبك هرد عليكي. دي شوربة العدس بالشعرية.